جوه كل انسان مننا احتياجات، في احتياجات جسديه بتعبر عن نفسها بطريقه واضحه، لان لما بكون بردان ببقى ملاحظ ان انا بردان، بيبقى سهل ان انا اعرف كده، وسهل ان انا اجيب جاكيته فاتدفى او اتغطى بغطا فاتدفى. في احتياجات جوع فبتبقى واضحه وملحه، وبعدين بروح اجيب اكل فبشبع. الاحتياجات النفسيه مشكلتها انها مش واضحه الوضوح ده، ولان اشباعها مش بالسهوله دي. الاحتياجات النفسية أنا بشوف إنه في احتياجات كتير وفي نظريات كتير جدا للاحتياجات. في ماسلو عمل نظرية، وإريك أريكسون عمل نظرية، وفي ناس كتير جدا كتبت نظريات، وأنا أبسط وأغلب من الناس دي كلها. لكن نفسي أقول حاجة لاحظتها من قعدات المشورة والكلام مع الناس عن مشاكلهم. لاحظت إنه في احتياجات 3 دايما بلاحظهم. أول احتياج فيهم هو الاحتياج إن أنا أحب محبة مش مشروطة، والكلمة دي استهلكت كتير قوي يمكن في أوساط معينة بطريقة لدرجة إن الناس خلاص بقت بتتكلم فيها زي اللبانة، بس هي مشكلتها إنها مش موجودة بسهولة إن حد يقبلني في أكتر وقت أنا لا أستحق فيه القبول أو الحب. إن أنا أتحب حتى لو أنا أوحشيت، لو أنا كبرت، لو أنا بقيت ما عنديش حاجة أديها للناس، لو أنا فاشل في عز فشلي، في عز جبني إن أنا أعمل حاجة معينة. في الوقت ده ان ده اكتر وقت انا محتاجه اتحب فيه، وده وقت صعب جدا على الناس انها تديني الحب فيه. الفكره انه مش بس انا محتاجه اتحب محبه غير مشروطه، انا ممكن اتحب محبه غير مشروطه لكن ابقى الشخص اللي بيحبني المحبه دي مش فارق معايا، فبالتالي محبته تبقى ملهاش تاثير قوي عندي. انا كنت فاكره انه الله الوحيد اللي بيحبني محبه غير مشروطه، وان انا ده بالنسبه لي هيكفيني ويشبع حاجات كتير يعني يسد احتياجات كتير من اللي عندي. اكتشفت حاجة أنا بعترف بيها قدامكم، مش عشان خاطر أنا عايزة أكسف نفسي، لكن علشان أنا لو أنتوا بتشاركوني في نفس الحاجة أنا نفسي نفيد بعض، وهو ده الهدف من وجودي وكلامنا مع بعض. إنه أنا اكتشفت إنه الله صحيح إحنا شعب متدين بنتكلم عنه كتير قوي، بس اكتشفت إنه هو أنا مش مدركة عظمته، أنا مش قادرة أفهم قد إيه هو عظيم، فبالتالي محبته غير المشروطة مش مشبعة ليا، فلسه بشحت من الناس رضا، بشحت منهم قبول، بشحت منهم إعجاب، لأن ده واحد من الاحتياجات الأساسية. فلازم أتحب محبة غير مشروطة من كائن ليه قيمة كبيرة قوي قوي عندي، عشان يبقى ليه محبته دي تبقى ليها القيمة أو التأثير المشبع جوايا. تاني احتياج لينا الاحتياج للانتماء. انا عايزه ابقى واحد من مجموعه، فمستعد اعمل اي حاجه. عشان كده في ناس ساعات تدمن او ساعات تتفرج على يمكن حاجات مش مظبوطه في الكمبيوتر، او تعمل اي حاجه، المهم ان هي تبقى مقبوله من شله معينه ومستعده تعمل اي حاجه بس تتقبل، لان عندنا احتياج للانتماء. ثالث احتياج عندنا اساسي هو الاحتياج ان نلاحظ، حتى لو كانت هتلاحظ وتعاقب، بس انا مش عايز اخش في مكان واخرج من غير ما الناس تلاحظني. الاحتياجات دي كلها محتاجين ان احنا ندركها الاول، بعد كده نشوف ازاي نسددها بطرق مظبوطه.